جرايه يا ابو حميد، دي سابع كوبايه قهوه ليك النهارده. ايوه يا دكتور، ما انا لو ما شربتهاش مش هعرف افوق واركز وابقى عامل شبه الزومبي. يعني انت بتشربها علشان تفوق، ولو ما شربتهاش مش بتفوق. يا دكتور ما ده اللي انا قلته، انت مش مركز ولا ايه؟ اقوم اعمل لك كوبايه قهوه طيب؟ انا مركز والله. اللي عايز اقوله لك يا ابو حميد ان انت كده مش بتفوق، انت كده مدمن منبهات. كفايه رعب يا دكتور، دي قهوه مش هيروين يعني. يا سيدي، الكافيين بيعمل نفس الفكره، بيروح للمستقبلات اللي في المخ بتاعك وبيقفلها، وهنا انت بتحس ان انت تمام بس جسمك بيقول لك انا تعبان. يعني انا كنت بضحك على نفسي طول السنين اللي فاتت ديت. ايوه بالظبط. وتعالى اقول لك بقى، لو بطلت قهوه ايه اللي هيحصل لجسمك. انا معاك يا دكتور، اشجيني. اول يومين بعد ما تبطل قهوه الصداع هيزورك شخصيا. عشان انا شخص مهم يعني وكده؟ لا، مش عشان انت شخص مهم، عشان انت عودته على الحاجه دي. بس ده اكيد ما يمنعش ان انا مهم. عشان انت عودته ان الكافيين بيزوره كل يوم. دي 7 كوبايه يا راجل. بس. وخد الكبيره، مزاج كمان هيتعكر وجسمك هيقول لك فين الجرعه يا نجم. بس ما تقلقش، بعد 3 ايام بس كل حاجه بتتغير. يعني كلامك ده معناه ان انا ممكن اصحى من غير قهوه؟ ايوه مظبوط. يعني انا مش هبقى شبه الزومبي؟ الادرينالين هيرجع يشتغل بشكل طبيعي، وجسمك هيهدى، وقلبك هيبدا ينتظم في الضربات بتاعته، ونومك هيتظبط. والله فعلا انا كنت حاسس ان انا ماشي غلط بكميه القهوه اللي انا بشربها دي. خلاص انا عايزك تجرب من دلوقتي انك تبطلها لمده اسبوع، وشوف بقى انت هتفوق من نفسك ولا هتحتاجها. اقنعتني خلاص يا دكتور. هات بس كده القهوه ديت وروح نام. يا دكتور انت بتهزر، دي الكوبايه بتاعتي يا دكتور. خلاص يا دكتور، امسك. ايوه شاطر، روح بقى. خلاص تصبح على خير يا دكتور. تصبح على خير. لا، بيظبط القهوه جامد.